بعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، يستعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية لجلالة الملك. مناسبة وموعد سنوي هام في مسار الديمقراطية ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله. مناسبة لوضع خارطة طريق تلامس القضايا الراهنة، نابعة من حكامة التدبير الاستراتيجي والدور الريادي لجلالة الملك حفظه الله لتجاوز كل التحديات وربح الرهانات التي تواجه بلادنا. إنجازات وانتصارات تشكل مصدر اعتزاز وفخر للمغاربة قاطبة، ومصدر إعجاب وإشادة وتنويه من العالم بأسره. بفضل هذه الرؤية الملكية المتبصرة غدا المغرب نموذجا يحتذى ومضرب الأمثال على كل الأصعدة الدبلوماسية، الاقتصادية، الاجتماعية والرياضية والثقافية. نجاحات تلو أخرى تحققت ومكاسب هي مفخرة كل الأجيال نعتز بها أيما اعتزاز. ففي عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قطعت المملكة أشواطا هامة على درب التقدم والتحديث والعصرنة. قد حرص جلالة الملك حفظه الله دوما على الاقتراب من أبناء شعبه الأوفياء والإنصات المباشر لهمومهم وتطلعاتهم، ووضع وتدشين المشاريع التي تعود عليهم بالنفع العميم، وإطلاق المبادرات والأوراش الكبرى لبناء مغرب الديمقراطية، مغرب الحداثة، مغرب المساواة. فمذهب الحكم لدى جلالة الملك نصره الله يقوم على خدمة المواطن وتحصين هويته وصيانة كرامته والتجاوب البناء مع تطلعاته المشروعة، ومواصلة العمل الجماعي من أجل مغرب الوحدة، مغرب التنمية والمساواة في الحقوق والواجبات وفي الاستفادة من خيرات الوطن. اهتمام وحرص وعناية مولوية دائمة يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الدوام كافة أفراد شعبه الأوفياء في مختلف جهات المملكة، هو استمرار لعقد الوفاء والإخلاص بين القمة والقاعدة، وترجمة ملموسة لقدسية عقد البيعة والولاء بين العرش والشعب. ومع كل التحديات والرهانات يخرج المغرب رابحا مرفوع الرأس متوجا بين سائر الأمم والشعوب بفضل الرؤية المتبصرة والسديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تكرس دوما قوة ومناعة بلادنا في مواجهة جميع الشدائد والأزمات والتحديات مهما كان حجمها. فحكامة التدبير الاستراتيجي والدور الريادي لجلالة الملك في تدبير تداعيات زلزال الحوز أثمرت نتائج إيجابية في التخفيف من حدة الأضرار والتداعيات، وأفرزت في وقت قياسي وضع لبنات برنامج استعجالي مدروس ومندمج وطموح رصدت له استثمارات مهمة لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة. وبفضل ذلك رسم العرش والشعب ملحمة لقيت إعجاب وإشادة الداخل كما الخارج، في مشهد يترجم التضامن الاجتماعي كقيمة نبيلة راسخة مترسخة ومتوارثة تعكس هوية الأمة المغربية المتجذرة عبر التاريخ. هبة تضامنية كبيرة للشعب المغربي بكل مكوناته نالت الإعجاب وضاعفت من حجم الثقة والإيمان بقوة وعزيمة المغاربة قيادة وشعبا في التحدي والصمود وربح كل الرهانات. ومن المغرب أرض اللقاءات وأرض الحوار والتسامح والتعايش
يتم التأكيد على لسان المؤسسات المالية والمنظمات الدولية والإقليمية أن المملكة تشكل مصدر إلهام لبقية البلدان الإفريقية، بل لسائر الدول الصاعدة السائرة في طريق النمو، وأن المملكة المغربية تشكل مثالاً ممتازاً يحتذى به. هي ثقة متجددة في المغرب، أرض الاستقرار والأمن والسلام. المغرب الذي طالما شكل أرضاً لاحتضان العديد من الأحداث الدولية، مفاتئ يعزز مكانته المتميزة باعتباره الوجهة المفضلة للمؤسسات الدولية من أجل استقبال تظاهرات تحظى بتأثير قوي وصدى عالمي. هي إشارة قوية للمجتمع الدولي وعلامة على الثقة المتجددة في قدرة المملكة على تخطي التحديات. فالتحولات الكبرى التي شهدتها وتشهدها المملكة تنبني على مشروع ملكي شامل يطمح لتحديث البلاد على مختلف الأصعدة. هو مشروع يستلهم الجذور ويستوعب العصر، ويقوم على ثنائية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرضية ديمقراطية. فبفضل الرؤية المتبصرة والحكيمة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، انخرطت بلادنا على مدى عقدين من الزمن في مسار تحديثي متدرج تحققت معه عدة تراكمات مكنت بلادنا من امتلاك مناعة وقوة أهلته لمواجهة الأزمات المحلية والعالمية، ومواصلة البناء بقوة وعزيمة وثبات في إطار الاستقرار والانفتاح. وهي سياسة رشيدة مكنت من إرساء أسس نموذج تنموي متفرد يزاوج بين الإرادية والواقعية، كما أن صيانة كرامة المواطن تشكل الهدف الأسمى من كل الإصلاحات السياسية والاجتماعية والمبادرات التنموية. فالنموذج التنموي النابع من رؤية حكيمة متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحمل معالم نهضة تنموية شاملة وواضحة الأهداف والتطلعات، ترتكز على ترسيخ الديمقراطية والبناء المؤسساتي للمملكة وبناء الإنسان من خلال تصور للتنمية البشرية المستدامة يتداخل فيها الاجتماعي بدعم الكفاءة والتأهيل والقدرة على المبادرة والإبداع وخلق الثروة. فالمسار التنموي والحمد لله كما أكد ذلك جلالة الملك نصره الله وصل إلى درجة من التقدم والنضج أصبحنا معها في حاجة إلى الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات.